السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى المطبخ اتعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهاردة قرنبيط وبطاطس بطريقة سهلة وهيعجبكم ان شاء الله. اول حاجة نبدأ مع بعض. القرنبيط انا نضفتها ونسيت بصراحة ان انا هصور. انت بتجيبي اللي هي الزهرة او القرنبيط وبتفصصيه ورود كده، وتجيبي السكينة وتشيلي اللي هو اللي بره، الحاجات اللي هي القشره بتاعتها اللي هي دي، لان دي ما بتستويش، واخده بالك. بتقشريه بقى كده وتقطعيه بقى الاحجام اللي انت عايزاه، عايزه حجم كبير عايزه حجم صغير، واخده بالك. بعد كده عندنا انا بسلق البطاطس بالقشرها كده، بس مش هسلقها دلوقتي، اما اسلق ده واشيله بسلقه نص سلقه علشان كمان بشيل منه في الفريزر. هوريكم ازاي. عندنا هنا ميه اهي، هنحط فيها كمون اهو، كمون، وهنحط ملح علشان السليم اهو، ملح. خلاص هنحط بقى ايه، نبتدي نحط القرنبيط اللي احنا ايه هنسلقه، تحطيه كده. خلاص هنحطه على النار وايه، ولما يستوي نرجع نحط البطاطس مع بعض اهو على النار. بياخد زي حوالي بصي هو ربع ساعة كله على بعضه، لكن هتستني بعد ما المية تغلي ب10 دقايق، وبعد كده بتطفي عليه وتشيليه من المية، مسيبوش في المية السخنة. هنرجع مع بعض لما ايه يتسلق. هنا اهو هو استوى كده، يعني نص سوا مش سوا كامل، علشان ما ايه ما يتهريش، ما يبقاش مهري يعني. هتطلعه كده اهو، طلعيه من الميه السخنه. الميه دي بقى نسلق فيها البطاطس، نسلق البطاطس بقشرها عشان ما تتمليش ميه، ونسيب البطاطس لما تنسلق ونرجع بقى نعمل خلطه القرنبيط ونشوف هنعمل ايه. رجعنا تاني. هنا سلقنا القرنبيط خلاص اهو، ودي البطاطس شايفين قطعناها، سلقت وقطعناها. هنقليها دي الاول قبل ما نقلي القرنبيط، خلي القرنبيط بعد البطاطس. فالزيت بيسخن يسخن وهنقلي الايه البطاطس. هنيجي نعمل الخلطه اللي بنقلي فيها القرنبيط. عندنا هنا كوبايه دقيق اهي، ودي التوابل، فلفل اسود، كمون، بصل بودره وتوم بودره، شويه شطه وملح، بنحطهم كلهم. نحط الميه ندوب بس شويه الدقيق، مش يبقى خفيف لكن متدوب يعني، عشان البيض نعمل حساب البيض اهو. نحط البيض بقى قد ما انت عامله، يعني انا عامله حبه صغيره فحطيت 4 بيضات بس. ودول شويه شبت، وادي الخلطه جاهزه تمام التمام، مفيهاش اي حاجه. وهنبتدي نقلي بعد كده. على فكره انا هنفرش شويه قرنبيط اهو، طبعا ده مش مستوي قوي، نص سوا، فبتشيليه كده في طبق في كيس في الفريزر، ووقت ما بتعوزي تستعمليه تعملي الخلطه وتخرجيه وتسيبيه فوق وتبتدي ايه تقلي. هنروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. هنبتدي نقلي البطاطس اهو، انا بحبها بقشرها كده عشان القشر ده بيتقرمش. حطي عليها بقى في الاخر ملح وكمون بتبقى زي الفل. انا هبقى اسيب كام واحده كده عشان اقلها لكم في خلطه القرنبيط برضو. هتتحمر ونرجع مع بعض تاني. كده خلاص البطاطس طريه مقرمشه من بره وطريه من جوه. نطلعها
هنيجي بقى هنا. انا قطعت بتنجانه، انا بقليها بطريقه كده زي اللي في المطاعم اهي. تقلعيها كده وتحطيها في البقسماط، يعني والله طعمها في منتهى الجمال، جربيها هتعجبك قوي قوي قوي، ومش بيشرب زيت على فكره. نعمل الباقي. بصي هي ما بتاخدش ثواني، شايفه شكلها يعني بسرعه، وفي نفس الوقت مش شارب زيت، وطعمه جميل جدا على فكره. كأنك عامله بوفتيك مش بتنجان. ممكن تحطيها كده زي اللي بتجيبيها من المطعم يعني بره اهي. طلعيها نزليها. نقلهم على جنب عشان نحط القرنبيط بقى ايه جنبها. واحده كده تمام. نجيب القرنبيط بقى اهو، حطيها الخلطه دي. متحركيش القرنبيط من مكانه عشان على بال ما ياخد ايه يعني يتماسك من بعضه من تحت، لانك لو حركتيه هتبصي تلاقيه فك خالص الخلطه دي. بصوا القرنبيط بحطه في الخلطه اللي هي دي، وبرجع احطه في البقسماط. يعني انت لو حابه تغيري يعني في الايه في الطعم وكده تحطيه، تحطي في البقسماط كده اهو. كده خلاص القرنبيط اهو. كل
الطريقه الثانيه اهو. شايفين والله طعمهم جميل، يعني الطريقه اللي تريحك انت بقى وتحبيها ايه اعمليها. هنروح بقى نحطهم في الاطباق وارجع لكم تاني. كده خلاص شايفين منظرهم، طعمهم والله في منتهى الجمال جدا وهيعجبوكم وسهل جدا ومش صعب ومش هياخدوا منكم وقت. ده البتنجان اهو اللي عامل زي البانيه اللي بيضحك علينا وعامل بانيه، والبطاطس البانيه بطاطس محمره. عندك القرنبيط بطريقتين تقدري تعمليهم. هتفرزي القرنبيط بطريقه سهله جدا مش صعبه. السلطه البلدي بتاعتنا والعيش بألف هنا وشفا، يا رب تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، مع ألف سلامه.